السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يلا بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى ان شاء الله عايزين نعمل مع بعض صينية المعمر الجميلة اللي جواها فراخ، بس هنعملها بطريقة تانية شوية عن الطريقة اللي كنا عملناها قبل كده في القناة. هي نفس الطريقة تقريبا، بس هنغير شوية في المقادير، نغير شوية في الطريقة، وان شاء الله هتعجبكم وجربوها اسهل بكتير من الاولانيه. انا دلوقتي المفروض ان انا عايزه، انا نضفت الفراخ. انا اصلا كنت جايباها صدور من غير سمين عليها ومن غير عظم، يعني تقريبا كده كنت هعملها بانيه. فاخدت منها الموزه، عارفين انتوا طبعا الموزه اللي بتبقى موجوده في الصدر ديت. خدت الموز بتاع حوالي صدرين او 3 صدور، خدتهم كده اكنهم صدر معايا. تمام. انا هطلع بيهم دلوقتي على ميه غلياها على النار. غليت الميه وببصله بحبهان، وهقوم سقطهم فيها ياخدوا غلوه او غلوتين بس بالعدد، وهطفي عليهم واشيلهم من الميه. تمام. وبعد كده اقول لكم نعمل ايه. كده بقى احنا حطينا انا طبعا عامله كوبايه. انا نقعت في الاول كوبايتين رز. تمام. كوبايتين الرز بيطلعوا في الاخر 3 كوبايات الا ربع بعد نقعهم، يعني تنقعيهم كده من نص ساعه لساعه. هتبصي تلاقي الرز زاد ما شاء الله وبقى معاكي جميل. هتبصي تلاقيه اداكي قد ايه؟ اداكي 3 كوبايات الا ربع رز، يعني داخلين على ال3 كده. يبقى الكوبايتين بيقوموا عاطينك 3 رز، بيزيدوا كوبايه. بتعملي ايه بقى؟ انا قسمت الكميه وخدت كوبايه ونص، عملتها في صينيه، وطبعا دي ما لحقتش اصورها لان كنت مستعجله، والباقي عمل معايا حوالي كوبايه وربع كده، فوق الربع بشويه. فعملت ايه بقى؟ انا جبت كميه اللبن، كوبايتين لبن هحط عليهم. المفروض ان انا لو عملت كوبايه ونص رز، اللي هو الصينيه الاولانيه اللي انا عملتها وما صورتهاش، الكوبايه ونص رز احط عليها 3 لبن، يعني ضعفها. لو عايزاه مظبوط، لو عايزاه بقى كده تحسي ان هو حلو كده وطري قوي معاكي وجوسي قوي معاكي، بتزودي كمان حوالي نص كوبايه. طيب انا حطيت ايه دلوقتي؟ انا هحط دلوقتي كوبايتين لبن، حطيت فيهم مكعبين ماجي فاين فودز، هنحط معاهم نص كوبايه، بنفس الكوبايه نص كوبايه ميه، لان طبعا الكميه بتاعه الرز قلت شويه عن الكميه الاولانيه اللي قلت لكم ضعفها. يبقى كده احنا معانا كوبايتين ونص، كوبايتين لبن على نص ميه. وبتظبطي حدقهم بقى، طبعا انت حاطه مكعبين ماجي، فبتحطي بتشوفي الحدق مناسب ولا لا. بتحطي عليهم بقى الملح اللي انت عايزه تزودي شويه، عايزه تقللي شويه، لان طبعا بيحتاجوا ملح كمان. كده احنا خلصنا المقدار بتاع اللبن. هنحط عليه بقى السمنه اللي احنا عاملينها، اللي هي السمنه الخليط، اللي هي لبن على سمنه. هنحط حوالي معلقه كبيره سمنه بس، مش هنكتر، لان اللبن طبعا مغلي بس، يعني مش متشال قشطته، هو بخيره كده. عشان كده هو بيغنيكي عن ان انت تحطي معاه سمنه بلدي او زبده او تكتري الدسامه قوي. ولو ما حطيتيش برده هيطلع حلو، لو ما حطيتيش المعلقه السمنه دي برده هيطلع حلو قوي بامر الله. تمام. انا طبعا مسخناه عشان الحاجه دي تسيح فيه وتدوش. هنبدا ان احنا نحط عليه الرز. بسم الله. طبعا نقيع الرز ده يا جماعه جميل جدا جدا جدا، بيخلي الرز خلاص شرب الميه، ما بيشربش منك اللبن كتير قوي زي الاول، فبيبقى شرب ميه كده وخلاص بقى هيساعدك في السوا بسرعه. هبدا ان انا ادهن الصينيه واحط فيها الخليط ده. حطيناه بقى في الصينيه مقاس 22، لان مقاس الصينيه يفرق كتير قوي يا جماعه. اوعوا تحطوا في صينيه كبيره. طبعا احنا خدنا الفراخ غلوتين زي ما انتم شايفين، هنحطها بقى قبل ما نحط الفراخ طبعا نساوي الرز. احنا حطينا الرز والبتاع زي ما قلت لكم ان احنا لازم نفرد الرز كده يبقى كله متساوي، وتحسيه كده بالمعلقه. تمام. لازم كله يبقى قد بعضه، وبيزيد طبعا وبيبقى بمقاس اللي انتوا شايفينه في اللبن كده. انت بقى لازم تفرديه كده في الصينيه وتشوفيه ان هو كله مفيش حته طالعه وحته نازله،
وحته خفيفه وحته تقيله، لا كله يبقى نفس المستوى، انت بتحسيها كده وانت ماشيه بالمعلقه. تمام، كله يبقى قد بعضه. بعد كده بتقومي حاطه بقى الفراخ مغرزاها كده ايه في الرز. طبعا لو عندك ورك فرخه، صدر فرخه بعظمها من غير عظمها، الغلوه دي بقى حلوه قوي للفرخه، بتصدم العظم، ما بيبقاش فيه روايح بقى زي ما انت عارفه. انت طبعا غسلاها ومنضفاها ونقعاها، بس برضو انت بتخافي مثلا تحطيها كده في اللبن من اي ريحه او كده. لا، الغلوه دي جميله قوي ليها وبتعقد اي شيء جوه العظم. وانت لو عايزه تخليها وتحطيها كلحم بس بتبقى طعمه جدا وجميله قوي بصراحه. انا جربتها لقيتها حلوه قوي، فقلت اما اعملها بقى ايه واوريها لكم ان شاء الله كده. تمام، كل كده الرز ايه اتسوى مع بعض، ابدا ان انا احط بقى الفراخ. بسم الله. بتشرب بقى من اللبن وبتكمل سواها، واروح بقى اغطيها بغطا وعلى النار باذن الله، واوطي عليها اخليها تجري واوطي عليها النار يشرب بس اللبن شويه، وبعد كده ادخل الفرن باذن الله. طبعا احنا هنا مغطيين الصينيه وغلى، وهو بيغلي طبعا فار لانه لبن. تمام، فانت بتعملي ايه؟ اول ما بيعمل كده بتقومي مواربه بس الغطا، مواربه بس سنه صغيره كده زي ما انتم شايفين، وتوطوا النار. تمام، عشان بس ده لبن، يعني اللبن مهما كان هيفور، فعشان ما يفورش انا بس بقى ايه بتجنب الفوران بالطريقه دي. انا كده معلقه من تحت يا جماعه، موطيه النار، ما دخلتش لسه الفرن. هدخل الفرن امتى اوريكم شكله هيبقى ايه عشان ادخله الفرن. يا حبايبي بسم الله، بقالها حوالي 10 دقايق على النار، جميله قوي اهي ما شاء الله. هو كده بقى تمام، برده هحطها في الفرن وعليها برده نفس الغطا. تمام، وبعد كده اسيبها بقى ايه لحد ما نلاقي ده كله اتشرب، ابدا اشيل الغطا بقى عشان الوش اللي يحمر باذن الله. ادخلها الفرن بقى، هي دلوقتي بقى لها ربع ساعه، من 10 دقايق لربع ساعه على النار بس. هتخش الفرن برده المده اللي قدهم كده ان شاء الله. شايفين طبعا طلعت من الفرن عامله ازاي؟ فطبعا شرب برضو اللبن. فاحنا بنعمل ايه؟ بنيجي بقى على الوش كده عندنا شويه قشطه او شويه لبن كده، لازم نقوم مغطيين ده كله، لان انا سبته لما غلى قوي وشرب اللبن اللي انا حطاه، الكميه اللي انا حطاها قوي. تمام، فطبعا انتي مظبطه برضو كوبايه لبن جنبك، وبتبقي عامله بيبقى فيها قشطتها، فبتيجي تحطيها، لان طبعا الفراخ اللي انا حطاها هي فراخ ما فيهاش سمين، فمش هتعمل لون قوي يعني. انتي بس بتحطي على الوش كده علشان لما تولعي من فوق الرز ما يتحرقش او ينشف، فانتي بتديله تطريه كده على اساس بس ايه ما ينشفش. لان خدوا بالكم ان انا اللي بيغطي الوش ده ايه يا جماعه؟ اللي بيغطي الوش ده القشطه، وانا مش عايزه اكتر قشطه قوي، انا مش عايزه الحاجه تبقى دسمه قوي، يا دوبك بس على وشها كده بس ايه قشطه خفيفه من اللبن المغلي مع اللبن يطري الرز، علشان نقدر ان احنا نولع عليه من فوق واحنا مرتاحين، ما يبقاش فيه مشكله والرز ينشف مننا ولا حاجه. تمام كده. شوفوا بقى ما شاء الله الجمال، شوفوا الجمال والحلاوه، والله ما شاء الله عليها طعمه وجميله. بصوا جوسي خالص، هي لسه طبعا طالعه من الفرن دلوقتي، ولا ناشفه ولا اي حاجه، وطريه، لان طبعا المعمر حلاوته كلها ان هو يكون ايه طري. طبعا الفراخ شاربه بقى من اللبن وحاجه كده ايه خيال 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 خيال. تمام، ثانيه واحده بقى اجيب الماسك عشان اقدر ان انا امسك الصينيه لانها سخنه جدا، لان بقول لكم لسه طالعه من الفرن وانا ما قدرتش بصراحه استنى انها تبرد. عايزه اوريها لكم. بسم الله، بصوا الجمال بقى يا جماعه، الله 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 الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طعمه وجميله وهتعجبكم جدا 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 يعني. بصوا بسم الله، الله الله. والطعم ايه بقى ما اقولكوش، الوش مش ناشف، الوش جميل جدا اهون. وبصوا بقى ايه، لا ناشف ولا اي حاجه، يعني طبعا مش قادره ادوق، بس انا نفسي ادوق بصراحه، نفسي قوي ادوق. مش ناشف ولا اي حاجه. تمام، دي طبعا الفرخه اهي مستويه جدا اهي، وجميله جدا.
شايفينها؟ سواء قوي قوي، وطعمها مفيش بعد كده، طعمها مفيش بعد كده. واللبن بقى ايه يعني المعمر ما شاء الله، شارب كده الرز، شارب من اللبن، ويعني تحس ان هو طري ما هوش ناشف. وشويه اللبن كمان اللي سقيناهم في الاخر دول عملوا وش على طبقه وش، على لما دخل طبعا الفرن تاني قام عامل طبقه الوش بقى على وش الصينيه. وهي اللي عملت كده. والرزايه ما فيش رزايه ناشفه، لا بالعكس، جمال جمال ما اقولكوش. تمام. ما تنسونيش بقى، عايزه اشوف لايكات حلوه، عايزه اشوف تعليقات حلوه، اشتراكات جميله منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.